السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أكتر طبق خضار مهدور حقه على السفرة. هنعمل مع بعض الفاصوليا الخضراء بطريقة سهلة جدا من غير أي افتكاسات، بس هنعمله بتركات بسيطة جدا هتخلي طعم الفاصوليا حاجة تانية خالص. جربوا الطريقة دي، ناس كتيرة هتغير رأيها زي ما أنا غيرت رأيي. يلا نسمي بسم الله ونشوف المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش تصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد علشان نكسب اجر انا وانتم. وبرضه قولولي في الكومنتات تركاتكم ايه اللي بتعملوها للفاصوليا الخضراء. ويلا نبدأ ونستعين بالله. اول حاجة الفاصوليا الخضراء موجودة دلوقتي في السوق، والزرعة حلوة جدا جدا. طبعا خضار الشتاء مفيش احلى منه. زي ما انتوا شايفين كده، الواحدة بوحدتها ومليانة، مش معصعصة كده ومش ملحمة، وكمان سعرها معقول جدا. هاتي الفاصوليا كده تبقى خضرة، وما تيجي تقطميها زي ما شفتوا تتقطم معاكي كده تعمل صوت، فهي كده تبقى ملحمة من جوه وصبحة وجميلة. هنبدأ بقى نغسلها كويس جدا قبل ما نقطعها، وبعد كده بنشيل العنقود اللي فوق واللي تحت، وبنقطعها بقى اي تقطيع. يعني زمان لازم كنا نقطعها بالورب كده، يعني ماما كانت تعلمني تقولي لازم تقطعيها بزاوية تبقى مواربة كده زي ما انتوا شايفين. لكن ممكن نقطعها عادي، يعني ممكن نقطعها اي تقطيع تحبيها. بصوا التقطيعة دي مدورة عادي خالص، حلقات كده بس تكون يعني طويلة شوية مش صغيرة، علشان خاطر الفاصوليا من النوع اللي بيتهري برضو مع الطبيخ، فاحنا عايزين نحس بطعمها وشكلها يبقى حلو كده في الطبق. بس بصراحة التقطيع بالزاوية بيبقى شكله أحلى بكتير. قطعناها زي ما انتوا شايفين كده. انا معايا هنا نص كيلو من الفاصوليا الخضراء، وزي ما قلت لكم سعرها حلو، يعني سعرها 10 جنيه تقريبا، فحلو جدا. وهبقى انزل لكم ان شاء الله فيديو لتخزين الفاصوليا بطريقة سهلة جدا تقعد معاكي من السنة للسنة وكأنها فريش. يعني في اوقات الفاصوليا الخضراء ما بتبقاش موجودة، والفاصوليا احنا مش بنعملها بس طبيخ، احنا بنحتاجها لشوربة خضار، لطاجن تورلي، فتبقى موجودة عندك طول الوقت. بأمر الله هنزله لكم قريب جدا. هنا بقى جبت حلة ونزلت فيها بمعلقة من السمنة. طبعا لو حابة ميكس دهون وانتي بتطبخي زيت مع سمنة تمام، حابة تطبخي بزيت بس مفيش اي مشكلة على حسب رغبتك. ونزلت ببصلاية كده متوسطة بيضة. البصل الابيض بيدي تسكيرة حلوة قوي في الطبيخ، فلو ما عندكيش ابيض مش مشكلة. واديتها بقى كده التشويحة كده حلوة. يعني البصلة يا دوبك بس بدأت تصفر خفيف، مش عايزاها تغمق ولا تاخد لون، عايزة طعم البصل يبقى واضح، والتسكيرة بتاعت البصل يعني تبقى في الطبيخ كده نحس بيها. وبعد كده نزلت بالطماطم اللي ضربناها في الخلاط وصفيناها طبعا من القشر. واحنا بنضربها بنحط معلقة صغيرة من السكر، معلقة السكر دي علشان خاطر الحموضة بتاعت الطماطم. وانا كان معايا نص كيلو من الفاصوليا الخضراء، عليها نص كيلو من الطماطم، يعني 5 حبات كده من الطماطم. وهبدأ ابهرها بفلفل اسود وبهارات مشكلة ومكعب مرق الدجاج على حسب رغبتكم. مش هنحط ملح دلوقتي خالص، الملح هنحطه في الاخر. وبعد كده بغطي الصلصة واسيبها تتسبك، واول ما تتسبك معايا هنزل بقى بالفاصوليا بتاعتنا واديها تشويحة كده كويسة مع الصلصة. بعد ما سبكناها لازم نسبك الطماطم بتاعتنا علشان تبقى مش مميمية كده واحنا بنطبخ. يعني الطبيخ يعني الطماطم تبقى متسبكة. لو عايزين الخضار يبقى خفيف معاكم ما تسبكوش الخضار مع الطماطم. التركة دي بقى مهمة جدا. هننزل كده بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس، ويا سلام بقى لو الثوم يبقى فريش. وبعد كده هنزل بكمية الشوربة المناسبة لكمية الفاصوليا والطماطم، واقلب كده تقليبة. هنا انا حسيت ان هي محتاجة كبشة كمان كده من الشوربة علشان لسه هتستوي وهتتقل معايا شوية.
وبعد كده نزلت بقى باللحمة، كنت طلعتها من الشوربة، سلقتها 3/4 تسوية كده، يعني مش تسوية كاملة، علشان خاطر تكمل السوا بتاعها مع الفاصوليا، وتاخد كده من طعم الصلصة والفاصوليا، ويبقى طعمها في منتهى الجمال. غطيت عليها وسبتها على نار هادية، خدت معايا حوالي كده ربع ساعة واستوت وبقت زي الفل. بعد كده بقى هحط الملح، احنا مكناش حطينا ملح في الاول، علشان خاطر اي طبيخ نحط الملح بتاعه في الاخر، لان في انواع بتجرمز، يعني بتبقى ما بتستويش على طول لما بنحط لها الملح، زي البسلة. الفاصوليا مش قوي، بس خلينا برضو نحط الملح في الاخر. وزي ما انتوا شايفين بقى خلصت معايا، وطعمها رهيب وريحتها مش عايزه اقول لكم كانت خطيره قد ايه. اكله كده تدفي القلب لزوم البرد اللي احنا فيه ده. وكمان عملت بقى جنبها رز حبه وحبه، وشويه شوربه لسان عصفور، وبتنجان مخلل، وبألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للوصفة القمر دي، واستنوني في وصفات حلوة كتيرة من مطبخ بنت هاشم. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.